تبقى غلطان لو انت كنت فاكر انك تعرف كل حاجه عن اسرار الطيارات والمطارات. كتير مننا بيسافر بس هو حافظ اول ما بيروح المطار بوزن الشنطه بختم الجوازات واطلع الطياره يبقى انا كده سافرت. بس في عالم واسرار ورا الحكايات دي كلها انت ما تعرفش عنها اي حاجه. في الفيديو ده انا هقول لك على 10 اسرار انا متاكد بنسبه 100% انت ما كنتش تعرف عنهم حاجه. حد لاحظ قبل كده اول ما بنعمل اقلاع بالطياره بعدها بدقيقه او دقيقتين بنسمع صوت صفاره كده غريب وما بنفهموش؟ والصوت ده برضه بنسمعه قبل الهبوط. الصوت ده بتكون اشاره من الكابتن او من طاقم الطياره، وده بيكون ان الطيار بيبلغ طاقم الطياره ان هم يقدروا يتحركوا في الطياره براحتهم، يمشوا يقدموا الاكل، الكلام ده كله لان هم بيكونوا خلاص عدوا ال 10000 قدم. او ممكن ان الكابتن يكون بيبلغهم بحاجه معينه زي مثلا ان هم داخلين على منطقه فيها مطبات هوائيه، او بيقول للطاقم استعدوا للهبوط، او تغيير في الخطه بشكل عام. وساعات النغمات دي بتدل على ان الكابتن او الطاقم محتاجين حاجه من بعض، يعني ممكن الطاقم يدي الصفاره دي للكابتن وممكن الكابتن يدي الصفاره دي للطاقم. تاني حاجه بقى ليها دعوه بحمام الطياره شويه. انت وانت قاعد في حمام الطياره جوه وقافل عليك تماما ومطمن 100%، انت ممكن اي حد يفتح عليك. ده ليه؟ ده لان انت في كلمه لافيتري اللي موجوده الكلمه دي تحتها بيكون في اللوك بتاع حمام الطياره. طيب اللوك ده مين يقدر يفتحه؟ اللوك ده محدش يقدر يفتحه غير طاقم الطياره. ده ليه؟ ده عشان سببين. اول حاجه ان محدش اصلا يعرف ان في لوك تحت الكلمه دي. تاني حاجه ان طاقم الطياره يقدر يفتح عليك بعد مده زمنيه معينه وبعد ما يخبط عليك، لان ساعتها هيحس ان انت في خطر. تالت حاجه بقى مش عايزك تقلق خالص لو لقيت الطيار ماشي جنبك في الكابن وانتوا في نص الجو. ده ليه؟ ده لان الطيار اصلا ساعتها هيكون عامل الطياره على الاوتو بايلوت، يعني الطيار مش طول الرحله بيكون قاعد او سايق الطياره. الكلام ده لا. ليه؟ لان الطيار اول ما بيعمل اقلاع ويوصل لارتفاع معين سي مثلا 35000 قدم او 40000 قدم، الطيار بيعمل الطياره على الاوتو بايلوت. لان مثلا لو هي رحله 12 ساعه الطيار مش هيفضل قاعد 12 ساعه مركز في الطريق، لان هو كده كده بيحط على الاوتو بايلوت، لان دي فايده الاوتو بايلوت، بيشيل الاوتو بايلوت اول ما بيبدا ان هو يجهز للهبوط. رابع حاجه بقى كلنا بنسمع عن البلاك بوكس. ايه البلاك بوكس ده؟ اللي هو الصندوق الاسود بتاع الطياره اللي بيتسجل عليه كل حاجه بتاعه الطياره، الرحله رايحه فين جايه منين، الوزن بتاع الطياره، الكلام اللي بيتكلموه في كابينه الطياره، كل حاجه في الرحله من الف للياء. البلاك بوكس اللي كلنا عارفينه ان اسمه بلاك بوكس يعني صندوق اسود، ده اصلا لونه اورنج. خامس حاجه بقى ليها دعوه بالمطار وبالتشيك ان. وانت بتعمل تشيك ان في الطياره وعلى البوردنج وانت واقف اهو على الكاونتر، اعمل تشيك ان حتى لو انت واصل بدري، اعمل اخر واحد على الطياره. ده ليه؟ عشان لما بتعمل تشيك ان اخر واحد على الطياره شنطك بتروح اخر شنط في الطياره، فبالتالي لما تيجي توصل في وجهتك اول شنط هتنزل هتروح على السير هي اخر شنط طالعه، اللي هي بتاعت مين؟ اللي هي بتاعتك. فانت تاخد شنطك اول واحد وتطلع من المطار اكنك بزنس كلاس. سادس حاجه وهي ان الباك تاج اللي بيكون موجود على الشنطه، اللي هي الستيكر اللي احنا اول ما بنوصل من الطياره بنقطعها او بنسيبها، دي بيكون مكتوب عليها كل معلوماتك ومعلومات الرحله. الثلاث حروف اللي بيكونوا مكتوبين بالخط العريض قوي ده بيكون الاختصار بتاع المطار اللي انت رايح له. بمعنى يعني انت مثلا لو رايح من جده للقاهره فهيكون مكتوب على النيم تاج ده CAI. CAI ده اختصار كلمه كايرو. دي حاجه مثلا بيكون مكتوب وزن الشنطه، بيكون مكتوب دي الشنطه رقم كام، بيكون مكتوب كمان التاريخ، بيكون مكتوب رقم الرحله، بيكون مكتوب كل حاجه على الشنطه. ده ليه؟ ده تجنبا للاخطاء اللي ممكن تحصل من العمال بتوع الشنط في المطار. سابع حاجه هي ان دي حاجه عاديه جدا. لو التيكت بتاعك متضمن ميل يعني في وجبه وانت بتحجزه، انت عادي لو خدت الوجبه بتاعتك وما شبعتش منها تقدر تاخد وجبه ثانيه وثالثه فور فري. ده لازم تسال الاول الكرو اللي موجود هل ان انا ممكن اخد وجبه ثانيه فور فري ولا لا. لو في هم مش هيتاخروا عليك وهيجيبوا لك على طول. ثامن حاجه وهي ان الطيارات الكبيره زي مثلا ايرباص 380 بيكون فيها اماكن مخصصه للنوم بس للكرو، لان الطيارات دي عاده بتطلع مسافات طويله زي مثلا من كايرو لنيويورك او من كايرو لواشنطن، فالطيارات دي بيكون فيها مكان للنوم عشان الطيارات دي عاده بيكون عليها 2 طاقم مش واحد، بيبدلوا كل 8 ساعات. فلما اول طاقم يخلص الشيفت بتاعه بيدخل ينام في المكان ده عادي جدا ويرتاح. تاسع حاجه وده غلط شائع عند ناس كتير، الاكل بتاع الطياره مش وحش، هو بس ضغط الهواء اللي بيخليه وحش. ازاي؟ حاسه التذوق بتاعتنا بتختلف على الارض او في الجو. ليه؟ لان احنا لما بنطلع في الجو الضغط بيتغير، ده بيقلل حاسه التذوق بتاعتك، فتحس دايما ان الاكل ناقصه ملح. عاشر حاجه واخر حاجه ان الطياره في الاقلاع والهبوط بتقفل الانوار تماما، عشان لو بعد الشر حصل اي حاجه الركاب ما يتفزعوش او يقلقوا او يخافوا، وده لمصلحه وسلامه الركاب. بس عندي بقى سؤال ليكم، اللي يعرف يجاوبه يبقى هو فعلا مسافر قديم قوي قوي قوي. هل من حقك انك تاخد البطانيه والمخده اللي بيكونوا على الطياره او حتى الامانيتي كات اللي بتكون موجوده على الكرسي بتاعك؟ لو انت عارف اجابه السؤال ده يا ريت تكتبها لي في الكومنتات عشان اتاكد انك فعلا مسافر صح. بس كده، لو الفيديو عجبك ما تنساش سبسكرايب للقناه، لايك للفيديو، شير الفيديو مع اصحابك عشان نوصل لاكبر عدد من المشتركين.